السلام عليكم، شلونكم اعزائي؟ شلون الصحة؟ اهلا وسهلا بكم قناة جمال الشطارة. فيديو اليوم عن نصائح لنعومة الكعبين، كيفية العناية بهم. اول شغلة هي بعد الاستحمام تكون المنطقة رطبة، راح نستخدم هذه الأداة التقشير، محكاك نسميها. تلقوها عند حاجة بألف دينار، اقل من $1. ماشي، هذه انا اشوفها احسن من الحجر اللي عند العطار. هاي راح تنعم الكعوب بشكل قوي، خلينا نقول توخر هواي جلد ميت. الترطيب ما ننساه، هذا نوع من انواع الكريمات للقدم، واكو لليدين اللي هو مسوي عنا ريفيو. هذا طبعا هو مواد طبيعية بزيت الارغان، السعر مالته هذا 10,000 دينار. احنا عندنا بالعراق وقت التخفيضات عادي تقدرون تحصلوه حتى 8 إلا ربع. ماشي، هذا اذا استخدمناه فترة طويلة راح يعطينا نتائج. اذا نريد نتائج اسرع، هذا الايفيلاين كريم باليوريا 25%. طبعا هي اليوريا مقشرة قوي، فهذا نشوف نتائجه. هم وش قايلين هنا؟ قايلين visible effect العفو in 3 days. اوكي، صحيح هو ب3 ايام اعطى نتيجة، لكن مو 100%. فاحنا عادي اذا استمرينا عليه نحصل نتيجة والمطلوبة، وما نستمر عليه. مقشر قوي قلنا، نقطع فترات ونرجع. لا تنسون استخدام الجوارب القطنية لأن تحمي المنطقة. ما نمشي دائما حافين على الأقدام، لأن هاي الخشونة الكعوب هي وسيلة دفاعية الجسم يسويها، المنطقة تصير خشنة على مود تحمي الجلد الجواها. اوكي، شربوا ماي، هم مفيد للترطيب. إذا عجبكم محتوى القناة لا تنسوا لايك والاشتراك. باي باي.